النهاردة هنكمل حكايتنا عن باقي ولاد جليلة ومعاوية، وهنتكلم النهاردة عن راضية وبليغ. وأول واحدة هنبتدي بيها هي راضية. راضية أطول شخصية في الرواية، 3 صفحات بحالهم بيحكوا حدوتة راضية. هي بنت الشيخ معاوية وجليلة البكرية، اتولدت وكبرت في سوق الزلط. كانت شخصيتها الأقوى بين إخواتها، كانت طويلة وقمحية وعينيها سودة، كانت شبه جليلة بالظبط. معاوية صمم يربيهم تربية دينية، وكانت راضية أكترهم استجابة. وبالرغم من إنها كانت علاقتها بالدين الصلاة والصوم وحفظ بعض السور القصيرة، بس كانت بتحب ربنا جدا وبتحب أهل البيت. ومع إن معاوية علمهم الدين، لكن ما يجيش عشر اللي اتعلمته من جليلة، من أسرار السحر والأحلام وتفسيرها والطب الشعبي. وكانت مؤمنة جدا بأفكار أمها، خاصة بعد ما شافت أبوها الشيخ معاوية بنفسه بيسلم دماغه لرؤيتها وتعويذها. ده حتى كان محتفظ بالحجاب اللي عملته له جليلة فوق صدره. راضية كانت شخصية عصبية جدا، مزاجها متقلب في اليوم الواحد يجي 10 مرات، وكانت متسلطة على اخواتها البنات، وساعدها تحيز جليلة دايما ليها، وده كان بيغيظ اخواتها جدا. أول ما تمت 14 سنة خطبها عزيز لعمرو، وكان معاوية وقتها معتزل في بيته بعد ما خرج من السجن وتوفى قبل ما يجوزها. اتجوزت عمرو وهو كان عنده 20 سنة، واتنقلوا لبيتهم في ميدان بيت القاضي. حبوا بعض جدا، وحبهم ده كان السبب في صمود بيتهم رغم اختلاف شخصياتهم. راضية ورشوانة بقوا صحاب، خصوصا بعد ما عرفت ان نعمة كانت شايفة لعمرو عروسة تانية غيرها. بس رشوانة شافت ان راضية هي المناسبة لعمرو، ومن هنا راضية ورشوانة بقوا صحاب. وكانت متحفظة ناحية حماتها، بس كانت علاقتهم كويسة. اتعرفت على كل ستات العيلة وبقى في مودة بينهم، وكانت فاكرة انها هتتفوق عليهم زي ما اتفوقت على اخواتها، بس شافت انهم من طبقة غيرها، كانوا اعلى منها، وبرضه قدرت تصاحبهم ولقيتهم اخلاق وذوق، وكمان دماغهم قريبة من تفكيرها. ما حسيتش قوي بالفرق بينهم الا لما راحت مع عمرو وشافت سرايا داوود والمراكيبي، وعرفت ساعتها ان جهازها ولا حاجة جنبهم، مع انها كان دايما شايفة ان سريرها ابو عواميد، وسلمه الخشبي وكنبتها الاسطنبولي ومراية غرفة الضيوف اللي حروفها ورد صناعي كلها تحف مش عند حد. ولما رجعت كانت زعلانة وراحت حكت لأمها جليلة. راحت جليلة سمعتها للآخر وقالت لها: بس يا بنت الهبلة، في واحدة منهم أبوها الشيخ معاوية بطل أبطال الثورة العربية ودراع عراب اليمين. وهنا راضية رجعت لها ثقتها بنفسها من تاني. راضية كانت بتكلم الهوانم دايما عن كراماتها، ومن هنا بقوا صحاب جدا وحبوها قوي. كانت دايما بتتخانق مع عمرو، هو مش عاوزها تخرج وتقعد في البيت زي ستات العيلة، وهي عاوزة تزور الأضرحة وآل البيت، وحذرته إنه يقف قصادها. وعشان عمرو كان مؤمن بأفكارها كان بيخاف يمنعها وسابها، خصوصا إنه كان واثق في أخلاقها وإدارتها للبيت. كان ستات الأصول بيحبوها لدرجة إن ثانية الوراق استعانت بيها وهي بتدور على عروسة لعبد العظيم، ونعمة وهي بتدور على عروسة لسرور. راضية خلفت 7 وبقت تحاول تزرع فيهم أفكارها الغريبة، والحي كله بقى عارف عن بركاتها وكراماتها. ودايما كانت بتقول لداود: طبك ده مفيش فايدة منه ولا ليه لزوم، الطبيب هو الله وحده. وداود رغم كلامها كان دايما بياخدها على قد عقلها، وكان لما بيحب يهزر معاها يقول لها: طب بالنسبة للأولياء والعفاريت؟ فكانت بترد عليه وتقول له: كله بإرادته. راضية شافت ثورة 1919 من مشربية بيتها، وضافت ولي جديد لأوليائها اسمه سعد زغلول. ولما عمرو اشترك في إضراب الموظفين خافت لا يسجنوه زي أبوها الشيخ معاوية، فكانت بتروح الأضرحة تدعي على الإنجليز. وكانت خايفة على عامر لما اشترك في المظاهرات، وخافت على حامد كمان لما عاقبوه عشان حرض على الإضراب في مدرسة البوليس. عاشت راضية لما عدت 100 سنة، وآخر الأولياء اللي عصرتهم كان جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر رفع أحفاد ليها للسماء وجاب أحفاد منهم للأرض، فبقت مرة تدعيله ومرة تدعي عليه. مات كتير على حياة عينها، أمها وإخواتها وغيرهم، بس عمر الرعب معرفته إلا وقت موت عمرو. وقاسم لما عرفت إن عنده صرع، بس دايما كانت واقفة بقوة وبتتحرك لغاية آخر عمرها، معرفتش العجز إلا في آخر سنة من عمرها. لما جالها الأجل كانت صدرية تحت رجليها
سمعتها بتغني أغنية وبتقول عودي يا ليالي العز عودي. استغربت صدرية وقالت لها انتي بتغني يا نينا؟ فردت وقالت لها كنت دايما بغني الأغنية دي وانا برقص بين البير والفرن. ومالت راسها وسكتت وماتت راضية. تاني واحد هنتكلم عنه في الحلقة دي هو بليغ، اللي تعبنا وتعب أمه أصغر ولاد معاوية وجليلة. اتولد بسوق الزلط بباب الشعرية، خلفه معاوية بعد خروجه من السجن. رباه معاوية تربية دينية ودخل الأزهر. وهو صغير كان لما بيزور أخته في بيت القاضي بيلفت أنظار الناس ليه بشبابه وقفطانه وعمامته. وكان بيجمع بين الاحترام والفكاهة في بيت راضية. مرة يرتل القرآن ومرة يهزر ويلعب مع أولاد أخته. كان وشه مدور وقمحي جذاب، وكان بيحب الأكل جدا وحافظ أصناف الأكل زي خبرته في الدين اللي بيدرسه. كانت راضية مستغربة حبه للأكل ودايما تهزر معاه وتقوله وادي يا بليغ انت طلعت شيخ ليه؟ كنت تطلع طباخ أحسن. فكان بيرد عليها ويقول لها عاوزة ايه من واحد اتربى على ايد أب شيخ وأم مخاوية عفاريت. مات الشيخ معاوية وبليغ فلت عياره، وكان دايما جليلة تشتكي الراضية انه كل يوم يرجع سكران. حاولت راضية انها توجهه بس كانت أضعف من جليلة وكلمت عمرو عشان ينصحه. كان بليغ قدام عمرو يتظاهر بالندم بس كان مستمر في ضلالته، ووصل الخبر للأزهر واتطرد منه. وكده بليغ بقى من غير شهادة ومن غير وظيفة. كانت جليلة عندها قطعة أرض بتاعتها باعتها له وعمل مشروع بقالة الجملة، وبقى يسافر أليوب يشتري الجبنة والسمنة ويجيبها للقاهرة ويوزعها على البقالين. قامت الحرب العالمية الأولى وبليغ بقى من أغنياء الحرب، بقى غني جدا وبنى العمارات وبنى لنفسه سرايا في القبيسي، اتعرفت بعابدين القبيسي من كتر فخامتها. اتجوز بليغ من أمينة الفنجري وخلف ابن واحد بس كان من كبار القضاء. كان بليغ تاجر شاطر جدا بس عمره ما عرف يبعد عن الداء اللي بسببه اتطرد من الأزهر. كان بيحب يروح لأخته مرة بالعربية ومرة بالحنطور وشايل هدايا لأخته كتير. كان شخصية عجيبة ومتناقضة، بيحافظ على صلاته وصومه وزكاته واستغفاره مع إنه بيشرب ويسكر. عاش بليغ لغاية أوائل الخمسينات بعد ما مات عمرو وسرور وأحمد ومحمود وجليلة وإخواته شهيرة وصديقة، وما فضلش غير راضية. جاله من الشرب تليف في الكبد وفضل راقد 6 شهور في السرير، وبعدها مات بليغ معاوية الأليوبي. ومفيش في الرواية إنه تقدم لدنانير أو إنه شارك صادق بركات، وكمان مراته ما كانتش أكبر منه ولا حاجة. بليغ بريء من جملة أمه الشهيرة اللي يا ولا إيه غيتك في الستات الكبيرة. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.